انا طول عمري كنت حد ناقم قوي، ناقم قوي لابعد الحدود، لدرجه ان انا كنت دايما ببص على اللي فايتني، عمري ما بصيت على حاجه في ايدي. وبحكم ان انا شخصيه عصبيه وعصبيه جدا جدا كمان، كنت بتعكنن من اقل حاجه. يعني لو في قلم بحبه قوي ومتعلقه بيه وبحب اكتب بيه ومش عارف ايه وكده، ضاع مني بيبقى اليوم خلاص، اليوم اتقفل واليوم باظ، بتبقى الدنيا بايظه قوي. برغم ان ممكن يكون اليوم ده فيه حاجات كويسه كتير قوي وفيه نعم لا تعد ولا تحصى، بس القلم باظ او القلم ضاع، لا خلاص يعني، وانا خلاص الغوا رحلتي النهارده. لحد بقى ما بدات ان انا استبصر في حياتي وابدا اشوف الامور بنظره تانية. وهنا كانت نقطة التحول طبعا، يعني لأول مرة في حياتي أفهم مفهوم طول عمري عشت أسمع عنه وأقرأ عنه وأسمع عنه وأقوله، بس إن أنا أحسه لأ. لأول مرة كنت أحس بالكونسبت بتاع الرضا. يعني إيه رضا أصلا؟ يعني إيه الإنسان يكون راضي؟ وبدأت بقى إن أنا أطبقه، أطبق الرضا في حياتي كده. إن هو يوم عدى عليا النهاردة عادي، يعني عادي، يوم عادي ما حصلش فيه حاجة. بدأت إن أنا أشوفه وأقعد كده أقول أنا النهاردة الحمد لله إن اليوم عدى عادي. الحمد لله إن أنا جاية أنام وبشوف عيني كويسة وبشوف كويس. الحمد لله إن أنا وداني حلوة وبسمع كويس. الحمد لله إن ربنا رزقني ويسر لي الأمور وعرفت أتكلم كويس. الحمد لله في الحاجات اللي هي البسيطة اللي قوي، اللي هو الحمد لله النهاردة كان في بيتنا أكل. الحمد لله حتى لو عيش حاف الحمد لله عليه. الحمد لله إن كان في مية. الحمد لله في سرير، على فكرة مش في سرير في اوضتي، وعندي اوضه مش قاعده في المستشفى، مش في الشارع. فبدات ان انا كل حاجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدا الواحد من جوه كده يحس ان هو ايه، رضا، رضا رهيب جدا. ويحس انه كان فايته حاجات كتير قوي، يعني كان فايته الاحساس ده. فكرة إن الإنسان يقعد يستبصر في إن ربنا شرح له صدره النهاردة فعرف يقول كلمتين كويسين الناس حبوهم أو دخلوا قلب حد أو ربنا وفقه في الكلام، دي حاجة لها لذة، لها متعة خاصة. نفس برضو فكرة إن الإنسان يجي بقى ما معوش فلوس، يعني مش معاك فلوس، بس الحمد لله أنا عرفت أروح البيت بالفلوس اللي معايا دي، حتى لو هي حاجة قليلة قوي. الحمد لله في ناس ما تلاقيش خالص. الحمد لله في مية، يعني طبعا احنا عارفين ان في ناس مش لاقيه الميه حرفيا، يعني بالمعنى الدارج للكلمه. وبدات ان انا بقى ايه، لما اشوف كل الحاجات دي بدأ يبقى في حالة سكينة، بدأ يبقى في حالة نظرة تانية للأمور، بدأ يبقى في كونسبت عندي إن هو الحمد لله على نعمة اليوم العادي. اليوم العادي عدى الحمد لله عليه، يعني يكتفي بس إن هو يوم عادي، بس يعني من غير أي مناوشات، من غير أي حاجة. طبعا الإنسان مش مرسل من السماء، ومش طول الوقت بيعرف يحس بالموضوع ده طول الوقت، والإنسان بيجاهد نفسه عشان يوصل للإحساس ده. من الحاجات اللي انا بجربها عشان احس الاحساس ده لو انا فقدته في يوم من الايام او في لحظه من اللحظات، يعني فكره ان انا اقعد اجرب اقعد في اوضه ضلمه خالص، او اغمض عيني وافتح الموبايل على فيديو، اغمض عيني واشوف. الواحد بيحس ان هو مستفز قوي، مش عارف يشوف الحاجه اللي طول الوقت بيشوفها. او ان انا افتح فيديو واسد ودني فما اسمعش. بتبقى برضو حاجة انت شايفة صورة بس مش سامع، فدي طبعا حاجة بتخلي الإنسان يقعد كده اللي هو يا الله. أو فكرة إن الإنسان ينام في السرير ما يقدرش يتحرك، يتخيل نفسه مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم، هيحس إن الحركة دي من أكبر النعم عنده. كل حاجة طبعا احنا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم لا تعد ولا تحصى. بنبدأ نحس بالنعم اللي عندنا، بنحس بضئالة المشاكل حتى لو كبيرة، يعني بنحس ان هي كده ولا حاجة بالنسبة لمشاكل تانية كتير قوي. واحنا طبعنا كبني ادمين من النوع اللي بنألف النعم، يعني لما بنعتاد حاجة خلاص هي بتبقى بالنسبة لنا حق مكتسب، وما بنبصش عليها بنظرة التأمل أو التعمق أو التفحص ليها أو الاستبصار حتى، لا هي دي حاجة مسلم بيها. إيه يعني ما أنا كل يوم بشوف؟ إيه يعني ما أنا كل يوم باكل؟ إيه يعني ما أنا عندي بيت؟ كل الحاجات دي بنألفها فبتصبح إن هي حاجات عادية جدا. بس لازم التذكرة، يعني لازم نذكر أنفسنا من وقت للتاني إن الحاجات دي موجودة، عشان يبقى احنا عندنا mental health كويس قوي، نعرف نكمل بيه حياتنا، نعرف ان احنا نمشي كده خلاص احنا راضيين من جوه وقلبنا نظيف وطيبين وحلوين وكده. كمان من ال common concepts، المفاهيم الشائعة جدا، اللي هو فكرة الرضا بيتعارض مع الطموح.
يعني اللي هو ماشي رضيت بعيشتي ماشي، ما يكونش عندي طموح يعني، على فكرة يعني انت عاوزاني ما يكونش عندي طموح؟ انت ازاي شريرة كده على فكرة كده يعني. بس هو الفكرة ان الرضا لا يتعارض تماما مع الطموح. بمعنى ان انا دلوقتي لو انا مش راضي وناقم في حياتي، الشخص الناقم في حياته ده اكتر شخص بيعيش حالة الانكزايتي بكل تفاصيلها. بجد عنده انكزايتي من كل حاجة، من امبارح والنهاردة وبكرة وكل وقت. وطبعا طول ما هو الواحد عنده انكزايتي ما بيبقاش مرتاح، يعني من جواه ما بيبقاش مرتاح. طول ما الواحد قلقان او مش مرتاح مش هيعرف يحقق حاجة، مش هيعرف يخطط لحاجة، مش هيعرف ان هو يمشي في حاجة. لكن الرضا بيعمل حالة من السكينة، حالة من الارتياح. طول ما انت مرتاح وطول ما انت الدنيا معاك زي الفل كده من جوه، بتقدر ان انت تخطط وبتقدر ان انت تمشي. فالرضا بيجيب طموح. بالنسبه لي من وجهه نظري الرضا بيجيب طموح، لا يتعارضوا الاتنين مع بعض ابدا. كمان غير الانكزايتي اللي بيبقى عند الانسان، فكره الاوفر ثينكينج. طول ما انت ما انتش راضي، طول ما انت بتفكر كتير قوي، طول ما المكنه اللي هنا شغاله شغاله شغاله، عمال بتحرق افكار وفي بنزين وتبص لبكره وتعمل وتعمل وتعمل، كل دي حاجات بتخليك من جواك يعني بتنهار، بتحترق نفسيا بالمعنى الحرفي للكلمه. كمان بيجيب لك بقى تعب اعصاب وسايكوسوماتيك وي 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 وغيره من الامراض اصلا، اللي هو فكره ان انا يبقى اوفر ثينكينج في حاجه بتلاقي الدنيا كلها بايظه. طبعا يعني ربنا يكفينا شر الاوفر ثينكينج والتفكير المبالغ فيه بجد. يعني دي من الحاجات الصعبه قوي، والانسان اللي بيعيشها يعني كان الله معاه يعني في الحاجات دي. وبتدخل انت في سيركل كده ما بتعرفش تطلع منها، ان هو عندك انكزايتي وعندك عدم رضا، نقمه في حياتك، وعندك اوفر ثينكينج، فانت في دايره كده. بجد يعني كان الله في العون بجد. والقعده في المنطقه دي ما بتعملش اي حاجه، يعني انك بقى تقعد في منطقه كل الكلام اللي انا قلته ده، بتلاقي نفسك في اللاشيء، ما بتخططش وما بتعملش اي حاجه، ما بتحققش اي نجاح. بالعكس انت بتفضل تحلم وتلعن في الظروف وتلعن في الناس وتلعن في البلد وتلعن في كل ده، مع ان الحاجات دي ممكن فعلا تكون من اسباب العوامل اللي الانسان منهار بسببها. بس على الاقل الانسان لازم يكون عنده ريسبونسبيلتي في حاجه معينه في حياته. كمان من الحاجات اللي بتاكتف الرضا قوي من جوانا الامتنان. طبعا الامتنان عندنا في الدين ان احنا لازم نشكر ونحمد ربنا ونمتن ونقعد كده من جوانا والحاجات دي. كمان الغرب اللي هم اصلا مش مسلمين وما يعرفوش حاجه عن ديننا بيتريجر لفكره الامتنان. يعني دايما بيقولوا ان الامتنان وان انت لازم تكون ممتن عشان تكون بصحه كويسه اكتر، تكون حياتك هيلثي اكتر وكل الكلام ده. هو فكره الامتنان من الحاجات المهمه جدا، ان انت لو عملتها هتعيشك مرتاح اكتر. كمان ممارسة الامتنان فول تايم بتضيف للإنسان كروح، وبتطلعه من عالم الرأسمالية اللي بيتعامل مع كل حاجة في الحياة حتى الإنسان كمادة. فكرة إن أنت بتطلع من إنك مادة كده وبيستعملوك كآلة وبيستعملوك كأي حاجة، وإن أنت تبقى روحاني كده وتحس بروحك أكتر، ده يعني حاجة لا تقدر بثمن بجد، لا تقدر بأي حاجة. جرب انت كده في اخر اليوم النهارده ان انت تجيب ورقه وقلم وتكتب 3 حاجات 4 حاجات، حاجتين يا سيدي لو الدنيا مبوظه معاك قوي، حاجتين انت ممتن ليهم، وتخيل حياتك من غيرهم. يعني تخيل الحاجتين دول مش موجودين بكره، وشوف انت هتبقى عامل ازاي. فجاه هتحس بان الحاجتين دول او الاربع او الثلاث حاجات او ايا كان العدد اللي انت هتكتبه، هتحس ان هو لا انت مش عايز اكتر من كده. وتحس ان مهما كانت المشكله هتتحل. كل المشاكل بتتحل، مفيش مشاكل ما بتتحلش، وكل الظروف بتعدي، حتى لو بتسيب اثر بس بتعدي، مفيش حاجه بتقف، الحياه نفسها ما بتقفش. وفي النهايه دمتم راضيين عن نفسكم وعن احوالكم وعن كل حاجه. و thank you for watching، ونتقابل بقى في فيديو تاني.